مش هتكلم كتير عن زيزو عريس الليله واللي استحمل ضغوطات كتير اثناء الماتش والحقيقه اللي عمله جمهور الزمالك. هو يمكن طبيعي، خصوصا ان الراجل ده كان نجمهم الاول وكان معشوقهم خلال الكام سنه اللي فاتت، وان الزمالك ليه فضل برضه على زيزو، فطبيعي ان لازم زيزو يواجه انتقادات ويواجه اساءات في الملعب. ولكن معترض جدا طبعا عن الغلط في الزوجه او في الام او في الاسره، ده طبعا حاجه ما يرضاش بيها اي حد. ولكن شوف رد فعل اللاعب، ولكن شوف اللعيب المحترف اللي عايز يركز في الملعب بس. وده دايما الكلام اللي كنت بقوله هنا على شيكابالا اللي كان بينجح جمهور الاهلي في اللي هو عايزه معاه بشكل سهل جدا، وان هو يخرجه بره تركيزه. زيزو النهارده اثبت ان هو لعيب محترف، ان هو عقليه بمنتاليتي جبار. الراجل قفل ودانه الاثنين وركز بس في الملعب، وقدم لنا اسيست خرافي لاشرف بن شرقي، وكان دينامو يمين وشمال وفي نص الملعب، وكور سهله وكور اختراقات في العمق. حاجه بسم الله ما شاء الله. اعتقد ان ده ميلاد زيزو مع الاهلي، وميلاد لعيب كبير جدا ونجم شباك في النادي الاهلي احمد السيد زيزو.